التعليقات التي ترد إلي أو تصل إلى القناة. البعض يعتقد أنني أروج إلى هذه العطور الزيتية حتى أستفاد أو أبيع وأشتري. الكل يعلم ولكل الأصدقاء، أنا قلت أكثر من مرة، أنا هنا أقدم ثقافة العطر، أتحدث عن عطور كما أنا مقتنع بها. نعم، هنالك شركات وهنالك ماركات وهنالك عطور درجة أولى وهنالك عطور تقليد، ولكن هذه القناة هي قناة تتحدث عن عطور زيتية، عن عطور رخيصة الثمن، عن عطور يستطيع أي مواطن أن يشتريها. علبة العطر، هذه العلبة من العطر الزيتي تكلف بحدود 5000 دينار، فهل من المعقول مقابل 5000 دينار ولست أنا البائع، بل أنتم تشتروها من الأسواق؟ أنا أحاول أن أخدع متابعي قناتي، أن أخدع أصدقائي، فحتى ما أخسركم أصدقائي وحتى ما تنفرون من قناتي. أنا ما أحب أجعل عندكم انطباع سيء عني أو عن العطور. أقول جربوا قبل أن تشتروا. أنت تجرب العطر. أنا لا أتحدث عن مزاجك، ولا أتحدث عن ميولك، ولا أتحدث عن ما تهوى أنت، ولا أتحدث عن ظرفك النفسي. أنا أتحدث عن عطر. لو كان العطر الواحد يقتنع به الجميع، فلماذا توجد أكثر من 5000 ماركة في الأسواق؟ أوليس هذه 5000 ماركة هي لإرضاء 5000 ذوق؟ فهل أنا بمجرد عطر 5000 دينار كما يقول أحد الأصدقاء، أنا أعتبره صديق لحد الآن لأنه يتهمني بسرقة جهود المبدعين وسرقة جهود المصممين وسرقة جهود الشركات من أجل أن أروج لعطر زيتي؟ يا أخوان، العطر الزيتي فرض وجوده رغم أنف اللي يقبل وما يقبل، فرض وجوده بكل مكان. ناس على قدر حالهم يشتري العطر 5000 دينار 3000. وين المشكلة يعني؟ إذا ما بي ذاك الفوحان وما بي ذيك القوة، خليه يوضع 3 مرات باليوم، 4 مرات، 5 مرات، وين المشكلة؟ يعني علبة بشهر كامل تخلص، ما يضع ملعته 4 مرات 5 مرات. فيا أخوان، أنا هنا أكرر، لا أبيع عطور ولا أشتري عطور، أنا أتحدث معكم عن قناعتي، عما أعرفه عن هذا العطر. إن أعجبكم من صاحب المحلات ادفع 5000 واشتري، وين المشكلة يعني؟ 3 دولارات. المهم أصدقائي، اليوم حبيت أتحدث لكم عن عطر. طبعا قبل ما أبدأ عن العطر، ادعموا القناة، قناتكم هاي أصدقائي، لايكات،